بن تايك يا جماعه رفض العوده وقال حاجه غريبه جدا. تواصل نادي الزمالك مع محمود بن تايك، ومحمود بن تايك قال لهم لو عايزين تعملوا معايا عقد لازم نعمل عقد جديد. قالوا له يعني ايه عقد جديد؟ قال لهم العقد اللي ما بيني وما بينكم خلاص اتلغى وانتهى، وانتوا المده القانونيه عدت. نادي الزمالك شايف لا ان المده القانونيه ما عدتش، واللاعب رافض العوده تماما للتدريبات. محمود بن تايك بتنتهي قصته. زي من ايام قليله برضو تم الاعلان عن انتقال صلاح مصدق لنادي الوداد المغربي، وعبد الحميد معالي نفس القصه. الجفالي برضو في طريقه للشكوى. ميشالاك، فرجاني ساسي، القضايا اللي برضو لسه معلقه حتى الان. يا جماعه انا ما بقتش فاهم الزمالك رايح لفين، والواحد متضايق جدا من يعني انا مش عارف. النهارده لاول مره انا من وجهه نظري يعني لاول مره الزملكاويه ما بيبقوش ليهم نفس هم يتفرجوا على ماتش الزمالك. الزمالك بيتغلب من زد بكل سهوله، بقى ده العادي ان الزمالك يتغلب في كاس العاصمه بالشكل ده وبالمنظر ده وبالاداء ده. مغلوب من اتحاد سكندري 3 بالناشئين والشباب، مغلوب النهارده باللعيبه اللي موجوده، بجانب مغلوب كمان ايضا مباراه سابقه امام سموحه برضه باللعيبه الفريق الاول. اللعيبه ما خدتش فلوسها. يناير شغال دلوقتي، والاهلي بيبرم صفقات وبيراميدز بيبرم صفقات. النهارده الزمالك لعب مع زد واتغلب كالعاده، واتغلب من زد بهدف لا شيء، واضاع زد كم من الانفرادات بالمرمى غير طبيعي، كانت ممكن النتيجه تكون اكبر من كده بكتير. الزمالك فاقد للهويه، فاقد للشخصيه، فاقد للروح، فاقد لكل شيء. ده طبيعي ومنطقي في عالم كره القدم. نادي الزمالك بينهار في كل شيء وفي كل الالعاب. نادي الزمالك مش ملاحق، الضرايب عايزه تحجز عليه، الاوقاف عايزه تحجز عليه، اتاخد ارض اكتوبر منه. المجلس الحالي ما بين الاستقاله او المنع من الاستقاله والبقاء دون اي منطق. مفيش اي جديد بيحصل في النادي. اللعيبه ما خدتش فلوسها. جون ادوارد بيتحكم في كل شيء، بيقول لك معتمد جمال مع كل احترام والتقدير يعني هو مدير رياضي وخلاص، طالما عقده كده ومجلس الاداره ارتضى كده يبقى خلاص هو من حقه انه ينفذ بنود عقده ويتحمل المسؤوليه. فرغم ان معتمد جمال جه وقال ان انا عايز احمد حمدي يرجع للتدريبات، وان الخلاف كان بينه وبين احمد رؤوف وكده، وان هم وصل ان هو شتمه يعني، فاحمد حمدي جاي يرجع، جون ادوارد رفض، قال لي معتمد جمال مش هيرجع وهيتدرب لوحده. مش عارف في ايه يا جماعه، عقده بينتهي بنهايه الموسم، انا مش عارف ايه القصه ومحدش فاهم حاجه، واللعيبه كلها عايز تمشي. جون ادوارد كان عايز يبيع اللعيبه وقال لمجلس الاداره كده، قال لمجلس الاداره ما تخافوش ما تقلقوش انا هبيع اللعيبه وهنفتح باب القيد ونجيب لعيبه جديده. مش عارف برضو ليه ابيع لعيبه زي ناصر منسي مثلا اللي كان معروض على الاتحاد السكندري، زي ناصر ماهر المعروض على بيراميدز، زي احمد حمدي اللي يعني كانه لاعب ومش لاعب. السلام عليكم. اولا موضوع خطوبه بن تايك لاحمد سليمان ده شيء شخصي. احنا بنتكلم في الكوره او بنتكلم في ازمه خاصه بنادي الزمالك او النادي الاهلي او لاعب، فالموضوع ده ملوش علاقه بده اطلاقا. دي النقطه الثانيه، وعلى فرض ان في سعي من بن تايك لفسخ التعاقد مثلا بتوصيه من شخص معين فهو حر. وبعدين تعالى نتكلم بكل صراحه، هل الازمه في نادي الزمالك محتاجه ان حد يوصي بن تايك انه يفسخ عقده؟ فلو فرضنا ان مثلا خطوبه بن تايك لابنه احمد سليمان هي مثلا كان فيها مشوره بفسخ التعاقد والانتقال للاهلي مثلا، طب بالنسبه لبقيه اللعيبه الثانيه اللي ارسلوا انذارات، وبالنسبه لعبد الحميد معالي وادم والناس دي كلها، ايه مين اللي ورا الموضوع؟ يا جماعه الموضوع مش محتاج حد يشور على حد ولا حد يحرض حد عشان يفسخ عقده مع نادي الزمالك. الموضوع ان في ازمه حقيقيه داخل نادي الزمالك، ازمه ماليه مصطنعه او مش مصطنعه، انا معاك في بوادر ان هي تكون مصطنعه، بس في الاخر انا كلاعب ماليش دعوه بده كله، انا عايز مستحقاتي الماليه.
بتوع الزمالك قعدوا يعملوا حملة كده على السوشيال ميديا والإعلام الزملكاوي المناصر للزمالك اللي بيطلع في القنوات كلها بالكامل، بدأ يعمل حلقات منهم مهيب الأقرع ده بتاع بلط السيراميك وسيف زاهر وإسلام صادق وإبراهيم عبد الجواد وميدو. استغلوا كل البرامج اللي المفروض ان هي في قنوات محايده عشان يروجوا لفكره ان الزمالك عايز الارض مديون، الزمالك بيقع، الزمالك بيفلس، الزمالك هيتباع في المزاد عشان الوزاره او الدوله ترجع لهم الارض. لكن بكل امانه الموقف في نادي الزمالك كالاتي: الدوله مش هترجع ارض النادي الزمالك اكتوبر تاني، الارض انتهت، لكن في ارض بديله اللي هي قالوا جنب المقابر برضه في بالمناسبه في اكتوبر برضه. الارض دي حاليا هي البديل الامثل لنادي الزمالك. حتى وزير الاسكان نفسه مع عمرو اديب كان بيساله الارض هترجع، قال له احنا عندنا حل بديل لنادي الزمالك، حل بديل. حتى عمرو اديب قال له انا حل اديب بديل دي يعني فهمتها ارض بديله، وهي فعلا ارض بديله، ولكن المشكله في كيفيه استثمار الارض وكيفيه عمل المنشآت في وقت قياسي. دي بالنسبه لنقطه الارض هم بيحاولوا يضغطوا عشان الارض ترجع لهم، لكن الارض ما فيش رجوع للارض النادي الزمالك تاني نهائي. بالنهايه انا كلاعب محتاج فلوسي، الارض بقى ترجع ما ترجعش، لكن كانوا بيستغلوا كل المنصات الاعلاميه عشان يروجوا لفكره ان الارض لازم ترجع للزمالك. حتى معلق في احد المباريات كان بيتكلم على النقطه دي ويقول لك الارض ترجع لنادي الزمالك. حتى شيكابالا في تعليقه على هزيمه مصر من الاردن في الدوحه في قطر مع ابراهيم فايق يقول لك ما انتوا خدتوا الارض من الزمالك. ايه علاقه ده بده؟ فكل واحد زملكاوي تم تحفيظه وتلقينه نفس الكلام عشان يقوله لوسائل الاعلام ان نادي الزمالك فلس بينهار تك تك تك. دلوقتي بين يوم وليله بيتكلموا على ان في انفراجه كبيره للازمه الماليه وهيحصل ازمه انفراجه كبيره. طب الانفراجه ديت بين يوم وليله جت منين؟ ورجال الاعمال اللي انتم بتقولوا هيتبرعوا، طب كانوا ساكتين ليه؟ ده كله لما اللاعيبه فسخت التعاقد ولاعيبه بعتت انذارات، ولا لما لقوا الموضوع مش جايب فايده مع الدوله بداوا يتراجعوا تاني عن التصريحات دي ويشوفوا الخطه البديله به اللي هم متفقين عليها. عايز اقول لكم يا جماعه حاجه، انتوا فاشلين حتى في الخطط اللي بتعملوها، حتى الخطط اللي بتعملوها عشان تبتزوا الدوله، ايوه اسمها ابتزاز، حتى في ده كمان فاشلين. انتوا مش فاشلين على المستوى الرياضي بس، فاشلين كمان في التخطيط للابتزاز. يعني انت لو اشتغلتوا حراميه هتشتغلوا بحراميه فاشلين برضه، يعني حتى النصب مش هتعرفوا تنصبوه كويس. في النهايه انتوا مفضوحين على كل رؤوس الاشياء.